كرات الدجاج والبطاطس والجبن هذه ما فيها ولا قطرة زيت، وبتعجب اللي مسوي دايت واللي ما سوى دايت. في زبدية خلط كبيرة بنهرس بطاطس مسلوقة، وبنحط فوقها دجاج بعد مسلوق ومفروم بالسكين، وبنحط فوقهم بصل مفروم ناعم وثوم مهروس ورشة كبيرة ملح وفلفل أسود وكمون وبودرة كزبرة، وبعدها بنخش باليدين وبنقعد نخلط كل شيء زين مرة، وآخر شيء بننزل جبنة موزاريلا لايت مبشورة فوق الخليط. بعد كذا بناخذ كمية بالأصابع من خلطة البطاطس ونكورها باليد. بناخذ كورة بطاطس وبننزلها في البيض أول، وبعدها بنشيلها لزبدية فتات الخبز وبنغطيها زين، وبنكرر العملية لكل الكور اللي سويناها، وبننقلها على القلاية الهوائية حرارة 180 لمدة 7 إلى 8 دقائق، وبكذا بتطلع جاهزة. وزعت الكور في صحن تقديم وزينتها بقدونس فريش وقدمتها مع صوص، وبكذا وصفتنا صارت جاهزة. ولو عجبتكم ذا الوصفة وحابين وصفات زيها فشيكوا على كتاب الطبخ حقي.